ده تيست حلو قوي ان انت تجرب فيه عربيه في الظروف دي. فتجربه السيتي راي مختلفه في الظروف، الدنيا بتمطر، فهتاخدوا تجربه زي ما الكتاب بيقول. الشكل الامامي للسيتي راي في الدي ان ايه بتاع جيلي. الكاميرا هتلاقيها موجوده انتجريتد في الشبكه. لو جينا بصينا على المرايات طبعا ضموا فيها كاميرات 360. هتلاقي كمان في شكل كده 3 دي سموكد من جوه. برضو الحاجات اللي تميز فتحات الشكمان الاربعه الحقيقيين، دول حقيقيين يا جماعه مش فيك. شنطه العربيه حوالي 571 لتر. التعليق الامامي ماكفيرسون، التعليق الخلفي مالتي لينك. تسارع السيتي راي من 0 ل 100 على الورق بيقولوا 7.9 سكندز. النهارده بنجرب عربيه جديده وهي الجيلي السيتي راي. كمل الفيديو ده لحد الاخر عشان تعرف عيوب ومميزات الجيلي السيتي راي الجديده. والسيتي راي بتيجي بثلاث فئات. اول فئه كومفورت بمليون 249، وتاني فئه بريميوم بمليون 329، وتالت فئه واللي معانا النهارده السبورت بمليون 399. الاسعار دي بتاريخ 21/3/2026. جيلي لما جم عملوا السيتي راي طوروا فيها حاجتين، طوروا الشاسيه وطوروا كمان المحرك ان هو يستهلك بنزين اقل بكتير، وده اللي انا لاحظته لما جربت كل موديلات جيلي. بالنسبه للشاسيه، الشاسيه اللي مبني عليه السيتي راي حاجه اسمها بي ام اي. البي ام اي نزل في الاميجران ونزل كمان في الكوري، ولكن الشاسيه اللي موجود في السيتي راي مختلف، هو محدث اسمه بي ام اي 2.0. البي ام اي 2.0 فيه فولاذ من الفولاذ عالي الصلابه، وفيه فولاذ مقاوم للحراره. بدون دخول في التفاصيل، البي ام اي 2.0 معمول ومحدث ان هو يقاوم الحوادث القويه جدا والصدمات والالتواءات اللي بتحصل في شاسيه العربيه. وخليني افكركم بحاجه، ستار راي لما كنا عاملين لها الفيديو اللي قبل ده كانت بتتبع البلاتفورم اللي هو السي ام اي، والسي ام اي ده كان مشترك مع الفولفو الاكس سي 40. وزي ما قلت لكم جيلي اللي بيميزها عن المصنعين الصينيين ان هي تمتلك شركات اوروبيه كتير جدا. فما يميز جيلي في السوق الصيني هو امتلاكها لبعض الشركات القويه في السوق الاوروبي. وتاني حاجه طوروها جيلي في السيتي راي هي المنظومه اللي هنا، ان هي تستهلك بنزين اقل. استخدموا 13 تكنولوجي ان هم يوفروا في البنزين في المنظومه اللي موجوده هنا. المنظومه اللي موجوده هنا 1500 سي سي تربو 4 سلندر، بيقدر يطلع 172 حصان و290 نيوتن متر تورك. تقدر تتسارع من 0 ل 100 في 7.9 سكندز. واصله بناء الحركه دي سي تي ويت من 7 نقلات. وزن العربيه بتتكلم في 1659. وانا بالنسبه لي وزن العربيه شايفه كبير شويه. الستار راي كان 1600، فدي زياده حوالي 60 زياده. كنت شايف مستغرب ستار راي وسيتي راي، المفروض الستار راي اكبر، فدي ملاحظه بسيطه، ولكن هنشوف ده في تجربه القياده ونقدر نحكم عليه. لو جينا برضو بصينا على المحرك والاجزاء بتاعه المحرك هنلاقي ان هي منظمه. في كفر للمحرك، في برضو كفر للبطاريه. كمان لو جيتوا بصيتوا هنا هنلاقي ان الهواء داخل من حته عاليه، يعني داخل من حته عاليه عشان لو العربيه لا قدر الله يعني في ميه او في حاجه ما يخش لهاش ميه وتبوظ المحرك. فهم عاملين التصميم بتاع دخول الهواء عالي، ودي ميزه. وكمان هتلاقي هنا في عازل للحراره والصوت. ولو جينا بصينا على الشكل الامامي للسيتي راي هتلاقيه ان هو فيه الدي ان ايه بتاع جيلي. لاد بار بالعرض، كمان نازل بالطول زي الستار راي بالظبط. فتحات تهويه كبيره جدا مع فتحات تهويه تحت مع تيب على شكل بيانو بلاك. الكاميرا هتلاقيها موجوده انتجريتد في الشبكه. الكاميرات هنا 540 مع حوالي 5 كاميرات و6 رادارات. ده مكان الرادار. وهنا برضو عندك كاميرا في الازاز الامامي. دول متصلين مع بعض عشان يدوك الاداء السيستم اللي موجود في العربيه اللي هنتكلم عليه قدام. نرجع لخطوط الكبوت. خطوط الكبوت ما يميزها الخطين اللي في النص، دول مدين شكل العربيه مختلف تماما مع الخطوط اللي جايه بتضليعه كبيره كده من الجناب مع العرض، شكلها مميز جدا. كمان لو جيتوا بصيتوا العربيه مش بتيجي بسنسور امامي. لو جينا اتكلمنا على ابعاد العربيه، طول العربيه 4510، عرض العربيه 1865، ارتفاع العربيه 1650، الويل بيز هنا 2701. اتكلم في خلوص ارضي جراوند كليرنس 200، وده خلوص ارضي كبير جدا على تصنيف العربيه الكومباكت كروس اوفر.
وما يميز السيتي راي من الشكل الجانبي هو الخلوص الارضي الكبير جدا. انت بتتكلم في خلوص ارضي حوالي 200 ملم، وده خلوص ارضي كبير جدا. لو جينا بصينا على الجنط اللي موجود هنا في اخر فئه، جنط 19 ومقاسه 235 45 ار 19. طبعا الفرامل ديسكات امامي وديسكات خلفي. التعليق الامامي ماكفيرسون، التعليق الخلفي مالتي لينك منفصل. دخول العربيه فيها ايزي انتري. كمان لو جينا بصينا على المرايات طبعا ضم وفيها التيرن سيجنال، فيها كاميرات 360. لو جينا كمان بصينا على الباب بيفتح مع العتب. هتلاقي برضو الحاجه بس اللي ما حبيتهاش في الشكل الجانبي للعربيه هو الحته اللي في الديزاين اللي عامله زي كده تضليعه، يعني مش انسيابيه مع الهواء، ممكن تعمل معاك مشكله في العزل، وده اللي هنجربه لما نجرب تجربه القياده. لو جينا بصينا الفئه اللي معانا دي فئه السبورت، بتيجي فيها بانوراميك سان روف. لو جينا بصينا على الخطوط اللي موجوده في العربيه هتلاقي في خط جاي من اول الرفرف الخلفي نازل لحد تحت هنا عند الباب الامامي. العربيه بيجي فيها ازاز فيمي خلفي. لو جينا بصينا على شكل السيتي راي من الشكل الخلفي هنلاقي ما يميزها هو الفانوس الخلفي اللي جاي بعرض العربيه، وكمان جاي هنا كده بحرف واي بس مقلوب. هتلاقي كمان في شكل كده 3 دي جاي من هنا سموكد من جوه. برضو الحاجات اللي تميز الفتحات الشكمين الاربعه الحقيقيين، دول حقيقيين يا جماعه مش فيك، مع الديفيوزر البيانو بلاك مع الفانوس المنفصل للرجوع موجود هنا. مع ان انا ما بحببش ان هو يكون تحت، عشان ساعات وانت راجع لو قدامك مش شايف الفانوس ده ممكن ما يلاحظش ان انت بترجع. دايما بحب ان الريفرس يكون موجود في الفانوس ذات نفسه. كمان هتلاقي فيه كاميرا خلفيه، وهتلاقي هنا فيه سبويلر كبير قوي عريض جدا طالع لبره. هنلاقي ان فيه برضو مساحات خلفيه، وعندك سنسور خلفي. لو جينا بصينا على مفتاح العربيه هنلاقي ان مفتاح فيه قفل وفتح الشنطه وفتح العربيه وتدوير العربيه عن بعد، وده شكله نفس الشكل بتاع الستار راي بالظبط. لو جينا بصينا على شنطه العربيه ما فيهاش دخول يعني ايزي اكسس، ما فيهاش اللي هو بالرجل. الشنطه بتفتح كهرباء، كمان تقدر تقفلها من هنا وتقدر تفتحها من المفتاح. شنطة العربية حوالي 571 لتر. أنا جايب النهاردة شنطة سفر كبيرة وشنطة سفر متوسطة. لو جينا بصينا هنلاقي إن هي تاخد شنطة سفر تانية كبيرة وتاخد شنطة سفر تانية متوسطة. لسه هيبقى عندك مساحة لشنط على الظهر أو شنط تمرين. فيها أماكن تخزين يمين وشمال، وفيها برضو نور. ما فيهاش سماعات، الستار راي كان فيها سماعات. كمان العربية بيجي فيها استبن صغير وعدة، والشنطه بتقفل كهرباء. خلينا دلوقتي نشوف المساحات الخلفيه. اول حاجه الكرسي ده على ظبطه السايق، عندك مساحه لاج روم كويسه جدا، عندك مساحه هيد روم برضو كويسه جدا، بانوراميك سان روف فاتحه لحد الكنبه الخلفيه واقفه هنا بالظبط. لو جينا بصينا هنا كده نلاقي ان عندك ارم ريست فيه 2 كاب هولدرز. لو جينا قعدنا هنا في النص نفق الفتيس حاجه لا تذكر، فالعربيه تاخد بارتياحيه 3 ورا. عندك فتحتين للتكييف منفصلتين، عندك يو اس بي تايب اي مش تايب سي. عندك مكان تخزين كده هنا قدامك صغير. هتلاقي ان الكنبه بتيجي جلد فيه فتحات للتهويه مع ايزو فيكس عشان كرسي الاطفال. وهتلاقي فيه هنا ستيتشنج بالبرتقاني اللي ماشي مع نفس الستيتشنج بتاع الكراسي بتاعت بقيه العربيه. لو جينا بقى هنا فاحنا مرجعين الكرسي ده حبه حلوين، هنلاقي فيه لسه معاك مساحه لاج روم كويسه. لو جينا بصينا على الخامات في الباب الخلفي، بلاستيك مع سماعات. العربيه فيها 8 سماعات اكلمكم عليها. ده برضو بلاستيك، ده جلد مع سوفت، وده برضو بلاستيك. باب العربيه بيفتح مش للجنب، بيفتح لفوق. لو جينا بصينا على خامات السيتي راي هتلاقي هنا عندك سوفت تاتش في بلاستيك مع امبيانت لايتس مع جلد مع بلاستيك. كراسي في الفئه اللي احنا فيها دي بتيجي جلد كهرباء، وكمان فيها ميموري سيتس، والمخضع ده سوفت جدا. حتى الجلد كله التبطينه بتاعتها سوفت جدا، وفيها فتحات زي تهويه كده. كمان لو جينا بصينا على بقيه الخامات هتلاقي هنا عندك بيانو بلاك، هتلاقي هنا ده بلاستيك. لو جينا بصينا على مساحات التخزين، عندك مساحه تخزين هنا، عندك 2 كاب هولدرز، عندك هنا مساحتين للموبايل. هنا ده وايرلس تشارجنج، ده ما فيهوش وايرلس تشارجنج. لو جينا هتلاقي بقى المساحه الاكبر في العربيه اللي تحت دي، هتلاقي ان هي مساحه تخزين كبيره. عندك مساحه تخزين هنا جنبك برضو فيها تبريد، وهتلاقي برضو عندك الجلاف بوكس بيفتح سوفت كده بشكل هادي مش بيفتح مره واحده. هتلاقي عندك مساحات تخزين في البيبان، مساحات تخزين كبيره. لو جينا بصينا على خامات البيبان الاماميه هتلاقي هنا طبعا اتغير عن ورا، هنا بقى سوفت تاتش في بلاستيك، في بلاستيك تاني، في جلد، في جلد، في سوفت،
وهنا برضو عندك التحكمات في البيبان والازاز، وفتحه الباب برضو هنا بتفتح لفوق. العربيه بيجي فيها شاشه وسطيه 13.2 انش، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. مش عارف اندرويد اوتو وايرلس ولا لا، ولكن ابل كار بلاي وايرلس. عندك برضو فتحات يو اس بي تايب سي عشان لو حد كان بيسال على التايب سي. الشاشه هنا التحكمات فيها تتحكم في كل العربيه، يعني مثلا ودي حاجه انا بتضايقني عامه، المرايات من هنا، الشنطه برضو من هنا. كمان لو انت عايز تتحكم في اي حاجه في العربيه، كل الاوبشنز هنا في الشاشه. السان روف ان انت تفتح السان شيد او انت تفتح السان روف بالكامل. الامبيانت لايتس هنا عندك 72 لون، تقدر تتحكم كمان في قوه الاضاءه بتاعتهم. تقدر كمان ان انت تشغل الامبيانت لايتس دي ان هي تنتراكت مع المزيكا. عندك كمان تقدر تتحكم في الصوت، في قفل وفتح العربيه. كمان تشوف المينتننس انفورميشن للعربيه، الفيكل كونديشن يقدر يعمل تيست على العربيه. تقدر برضو هنا اللغه وكل الكلام ده. فمعظم التحكمات هنا عندك في الشاشه دي. كمان التكييف من الشاشه تقدر تفتحه وتقفله. كمان التحكمات في السيتس تقدر تتحكم فيها هنا. مش عارف ايه السيت هنا ايه علاقته، مع ان هنا مفيش تبريد وتسخين، فما اعرفش السيت هنا بتقدر تتحكم في ايه بالظبط. التكييف هنا بتقدر ان انت تتحكم في كل حاجه، في الفان، في ان هو يبقى اوتو دخول الهواء، او ان انت تثبت الهواء يطلع لك منين. فتحات التكييف برضو هنا هتلاقي ان هو عامل لك فتحه تكييف هنا في ظهر الشاشه بالظبط. معرفش ممكن يبقى ليه علاقه ان هو يبرد كمان مع الشاشه، معرفش المعلومه دي صح ولا لا، ولكن التصميم ان انت هتلاقيه ان هو ورا الشاشه. فمعظم التحكمات هنا عندك في الشاشه دي. هتلاقي هنا برضو عندك مقبض الفتيس جلد في سيلفر. علامة البي هنا جنب علامة الانتظار دي مش عجباني، ان ممكن فجأة واحد يتلخبط بدل ما يدوس انتظار يروح دايس بي، وده غلط جدا. كمان عندك الهاند بريك كهرباء. هتلاقي كمان الشاشة بتاعت الكلاستر بتيجي ديجيتال اتش دي 10.2 انش، فيها كل المعلومات لاستهلاك البنزين. كمان تظهر لك الاغاني، طبعا المعلومات بقى بتاعت البنزين والحرارة والبي والدي والكلام ده والساعة. وكمان الادابتيف كروز كنترول بيظهر لك هنا. ضغط الاطارات كمان بيظهر لك هنا. الطارة هنا بتيجي زي سوفت تاتش في جلد، وفيها اماكن كده تهوية. في التحكمات هنا في الشاشة الوسطية، وهنا التحكمات في الادابتيف كروز كنترول. الشكل المعتاد للطارة بتاع جيلي دي لسه ما عنديش معلومة بتعمل ايه هنا. المفروض دي تبقى مكانها هنا عشان تبقى عارف ان دي السنتر بتاع طارة. الطارة ما فيهاش بادل شافترز، طارة عادية. كمان الطارة ممكن تتحكم فيها في جميع الاتجاهات، يعني خروج ودخول، وكمان فوق وتحت. دلوقتي هنجرب تجربة القيادة للسيتي راي. هنجرب فيها كل حاجة، أداء وعزل توفير. هل العربية فعلا بتوفر في البنزين ولا لأ؟ هنجرب فيها مساحات الرؤية، هنجرب فيها التماسك والتعليق، وهنجرب فيها كل حاجة. أول حاجة هنجربها، احنا يعني ما تطلبوش مني إن أنا أجرب الأداء عشان النهاردة الدنيا مطرة شديدة جدا، ولكن العربيه بقالها معايا 5 ايام، فهقدر انقل لكم الاداء بتاع العربيه سريعا. اداء العربيه، المنظومه اللي موجوده هنا ال 1500 سي سي التربو الاربعه سلندر واصل بناء الحركه دي سي تي ويت من 7 نقلات. عايز اقول لك ان استجابه الفتيس اللي موجود هنا استجابه كويسه، ما فيهوش لاج. لما كنا جربنا الستار راي كان فيه سنه لاج بسيطه خالص، هنا مش موجوده. فالاداء هنا خلينا نجرب مع بعض، يعني خلينا نجرب. احنا برضو في المطره مش حابين ان احنا ندوس قوي، ولكن يعني واحده واحده ليها كده ندوس، وبرضه تبقى فرصه ان احنا نجرب تماسك العربيه في الارض كمان المبلله. تماسك العربيه كويس. كمان لو جبناها، انا مش حابب اجيبها سبورت يعني انا بقول لكم السبورت هنا بيفرق مثلا بنسبه 20% في اداء العربيه، فانا مش حابب اجيب السبورت في وقت الدنيا بتمطر والدنيا يعني عايز اقول لكم الارض متغرقه. تاني حاجه هنجربها هي التوجيه بتاع العربيه وتعليق العربيه. دلوقتي داخلين على ملف، برضو هخلي بالي كويس ان انا يعني ما زودش زياده عن اللزوم، عشان برضو يعني ارض مبلوله. فعلى فكره ده تيست حلو قوي ان انت تجرب فيه عربيه في الظروف دي. فتجربه السيتي راي مختلفه في الظروف، الدنيا بتمطر، فهتاخدوا تجربه زي ما الكتاب بيقول. بصوا بقى هنا داخلين ملف الدنيا مطره، داخلين على 53 57 عربيه ماسكه. العفشه الاماميه ماكفيرسون، العفشه الخلفيه مالتي لينك، عربيه متماسكه في ظل المطره دي كلها. مفيش بادي رول، حاجه بسيطه خالص، حاجه لا تذكر، ولكن التماسك بتاع العربيه كويس جدا. خلينا نجرب دلوقتي العفشه بتاعت العربيه بالجنط ال 19. خلينا داخلين في حته كده مكسره، ماشي، مش ناشفه قوي ولا ناعمه قوي، ما بين دي وما بين دي، يعني نقول ممكن متوسط، ولا ناعمه قوي ولا ناشفه قوي. هنا برضو عايز اشوف التمايل بتاع البادي رول، هيحصل حاجه لما ننزل حته كده فوقيه، في هنا حته
حلوه كويسه. في حته تانية برضو خلي بالك ماشيين حاجه و70. في حته تانية هنا نازله هي دي ماسكه كويس جدا جدا. وده مطر الحته بقى المكسره دي احب اخش فيها. لا العفشه هنا يعني والتعليق تديله 8 9 من 10. تعليق كويس وكمان توجيه كويس. العفشه اللي هنا مريحه مش ناشفه. الحاجه الوحيده بس اللي لاحظتها العزل، تحس ان انت حاسس بالارض شويه. عزل صوت الارض انت حاسس بيه، يعني حاسس بالكاوتش والكلام ده. عزل الهواء متوسط، ممكن ما يكونش افضل حاجه في العربيه العزل، وده بسبب التصميم بتاع الازاز اللي جاي فيه مش كيرف، جاي بيه حته نازله على طول. بصوا الازاز هنا عامل ازاي. الحته دي هي السبب في حته العزل. الانسيابيه في العربيه في حته الازاز مش احسن حاجه. عزل صوت المحرك متوسط برضو. مساحات الرؤيه كويسه. القايم ده مش كبير. المساحات الخلفيه انا مش شايف حاجه الدنيا بتبطر، ولكن خلينا نشغل المساحات اللي ورا اهي. مساحات الخلفيه كويسه المساحات الخلفيه. استهلاك البنزين، خليني اقول لكم ان استهلاك البنزين في العربيه دي على الايكو والكومفورت من اول 6 و8 لتر المطر شدت جامد جدا، من 6 8 لتر ل 7 و2 7 و3 لحد 7 و5. لو جبت السبورت او شغلت التكييف تستهلك من اول بقى 7.5 لتر لحد 8 و2 8 و3. ولو جبت العربيه على السبورت ممكن تستهلك معاك ال 9 لتر، وممكن تزيد لو قرصت بالعربيه ممكن تزيد توصل لل 10 لتر. ده في اقصى استخدام ودوس على المحرك. في ملف تاني كده دلوقتي خلينا برضو نجرب. الملف ده اقوى من التاني. احنا داخلين سرعه 89، ننزل كده سرعتنا ونشوف تماسك العربيه للمره الثانيه. تماسك العربيه كويس جدا جدا وفي ظل ان الدنيا بتمطر. خلينا دلوقتي بقى نتكلم على الحاجات اللي عجبتني في السيتي راي والحاجات اللي ما عجبتنيش في السيتي راي. خلينا نبدا بالحاجات اللي ما عجبتنيش. الحاجات اللي ما عجبتنيش زرار، انا بصوا في حاجات كده بتبان مع التجربه لمده طويله. الزرار بتاع الانتظار جنب زرار البي، فانا كده في مره ممكن بدل ما ادوس انتظار ادوس بي، فده مكانه مش احسن حاجه. من الحاجات برضو اللي شفتها نواقص في العربيه ان انا كنت محتاج اشوف هيد اب ديسبلاي. دي اعلى فئه ب1.400.000، محتاج اشوف فيها هيد اب ديسبلاي اعلى تجهيزه، ما فيهاش بادل شافترز. برضو تالت حاجه ما عجبتنيش العزل بتاع العربيه بسبب التصميم اللي هو ما فيهوش انسيابيه، برضو ما فيهوش كيرفات، فمخلي الهواء يخبط في الحته دي، فالعزل من الحته دي مش احسن حاجه. برضو الحاجات اللي ما عجبتنيش عزل الارضيه، يعني انت قادر تسمع الارض. ممكن ده من نوع الكاوتش ما اعرفش، ولكن طول ما انا ماشي حاسس بالاسفلت، مش حاسس بنسبه 100%، ولكن يعني في سنه. يعني بالنسبه بقى الحاجات اللي عجبتني، المنظومه اللي موجوده هنا منظومه في مجموعه جيلي هي الاوفر في البنزين لحد دلوقتي. انا فاضل لي ايميجراند وفاضل لي كوري وابقى جربت كل اللاين اب بتاع جيلي، ولكن لحد دلوقتي اوفرهم في البنزين مع ان وزن العربيه 1659. تاني حاجه عجبتني في العربيه التوجيه بتاع العربيه حلو جدا. تالت حاجه التعليق بتاع العربيه. رابع حاجه عجبتني الكراسي بتاعت العربيه. الكراسي دي سوفت، يعني المخضع ده حلو جدا، الكرسي مريح. خامس حاجه عجبتني هي المساحات الخلفيه ومساحات التخزين. مساحات التخزين والمساحات الداخليه تخليك تقول ان العربيه دي عائليه، تقدر تاخد 4 اشخاص بالغين وتقدر تاخد الخامس ورا عشان ورا مفيش نفق فتيس. كمان من الحاجات اللي عجبتني في العربيه صوت السماعات، نقاء الصوت حلو جدا. خلينا نتكلم دلوقتي على السيفتي اللي موجوده في العربيه دي. اعلى فئه بيجي فيها اداه سيستم كامل، بيجي فيها 6 اير باج، بيجي فيها بلايند سبوت ما كانتش موجوده في الستار راي بس موجوده في السيتي راي. كل عوامل الامان بالنسبه للفرامل موجوده، اي بي اس اي بي دي اي اس بي. التاير بريشر مونيتورنج سيستم موجود. كمان عايز اوريكم هنا لو جينا بصينا في الشاشه دي، عايز اوريكم الاكتيف سيفتي اللي موجوده في العربيه. خلينا نيجي هنا كده. الاكتيف سيفتي عندك لين كيب اسيست، عندك كمان الباركينج اسيست، وهنا عندك بقى حاجات كتير قوي، لين ديبارشر وورنينج، فورورد كوليجن وورنينج، الرير كوليجن برضو موجود. كل عوامل الامان بالنسبه للاكتيف سيفتي موجوده في العربيه. البوتنشال كوليجن كل حاجه موجوده في العربيه، وده بيبدا يظهر من تاني فئه وتالت فئه. زي ما قلت لكم العربيه دي بيجي فيها 6 ايرباج، ولكن الفئه الاولى بيجي فيها 2 ايرباج بس. طبعا العربيه فيها كاميرات 540. طبعا كان نفسي اجرب لكم الادابتيف كروز كنترول عشان هنا مميز جدا ودقيق جدا. لما جربته على كذا يوم، انت اول ما بتشغله هو ما بيطلعش بره الليل، مستحيل. وحتى لو الخطوط اللي على الارض اتمسحت سنه بسيطه مش بيطلع على طول، لا ده لازم الخط يكون اتمسح على الاخر. في بعض الموديلات او بعض البراندات التانية اول بس ما الخط يختفي سنه بسيطه
ما بيحافظش على الحاره بتاعته. فالرادارات يا جماعه هنا في 6 رادارات، في 5 كاميرات رادارات اللي هنا، ودايما رادارات اللي بتقدمها جيلي في عربياتها مميزه جدا. كمان فيها الترافيك ساين ريكوجنيشن، يقول لك مثلا سرعه الطريق، دي منطقه مدارس، دي منطقه اصلاحات، يطلع لك كل حاجه زي ما كانت موجوده في الستار راي. كان نفسي بقى تيجي في السيتي راي الشماسه اللي هي على شكل نضاره شمس، بس للاسف هنا مش موجود. تعالوا كده نجرب ثبات العربيه وظل المطره دي. هنا حته نازله برضو كويسه، عربيه ثابته حلوه كفايه قوي كده. نجرب في ظل المطره دي. بصوا يا جماعه المطره الشديده جدا. احنا جربنا السيتي راي في اقوى الظروف النهارده، اقوى تيست درايف لعربيه على الجيت هي السيتي راي. مطره شديده جدا وادت اداء كويس جدا. بس دي كده كانت تجربتنا للسيتي راي من عيوب ومميزات من تجربه القياده. دلوقتي هنجرب تسارع السيتي راي من 0 ل 100 على الورق بيقولوا 7.9 seconds. هنجرب دلوقتي على الكومفورت ونجرب على السبورت ونشوفها هتجيبها في كام ثانيه. خلينا دلوقتي نتكلم على الفرق ما بين الثلاث فئات للسيتي راي. تاني فئه بتزيد عن اول فئه 6 ايرباج، الفئه الاولى بتبقى 2 ايرباج. هنا هتلاقي فيه كاميرات 540، في الفئه الاولى هتلاقي فيه كاميرا خلفيه بس. لو جينا برضو هنا في الفئه الثانيه هتلاقي ان في اداس سيستم، الفئه الاولى ما فيهاش اداس سيستم. تيجي من الفئه الثانيه هتلاقي عندك بانوراميك سان روف، هتلاقي عندك الدول اكزوست اللي ورا ده مش موجود في اول فئه. والفئه اللي معانا النهارده اللي بنجربها هي الفئه الثالثه اللي هي السبورت. تفرق ايه عن الفئه الثانيه؟ بتفرق وايرلس تشارجنج، بتفرق في امبيانت لايتس. كمان الفئه الثالثه بتيجي بجنط 19، ولكن الفئه الاولى والثانيه بيجوا بجنط 18. كمان الفئه الثالثه بتزيد كراسي كهرباء وكمان فيها ميموري. كمان هتلاقي ان الفئه الثالثه بتيجي 2 تون، اما الفئه الاولى والثانيه بيجوا لون واحد. هنا هتلاقي ان لون السقف مختلف. ودي كانت عيوب ومميزات الجيلي سيتي راي الجديده. لو انا نسيت اي حاجه ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده اكتب لي في الكومنتس سؤالك وانا هجاوبك عليه، واكتبوا لي في الكومنتس حابين اجرب ايه عربيات الفتره الجايه.